اسمعي القرمشة مستحيل ده قرنبيط، اعمليه بالطريقة دي وهتدمنيها. احفظي الفيديو وجربيه بقى النهاردة وهستنى رأيك في التعليقات. هنبدأ بقى وصفتنا الجميلة. هنجيب قرنبيطة متوسطة وهنبدأ بقى نقطعها كده وردات، وبعد كده هنقطعها برضو وردات صغيرة، وانا بحبها قطع صغيرة مش قطع كبيرة لانها بتدي قرمشة واولادي حبوها. هنبدأ بقى نقطعها لقطع صغيرة. هنحط بقى مية على النار تغلي ونحط فيها شوية كمون بس. كملوا بقى معايا الفيديو عشان تعرفوا الخلطة السرية اللي من غير بيض ولا لبن. واول لما المية تغلي هننزل فيها بالقرنبيط وهنسيبها بقى تستوي 7 دقايق بالظبط. نكون احنا بقى حضرنا الخلطة اللي هنتبلها فيها. انزلوا بقى بكوباية دقيق وربع كوباية نشا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وانزلوا بقى بالتوابل ملح وبابريكا وكركم وكمان كمون وكمان فلفل اسود وشطة وبصل بودر وتوم بودر، وانزلوا عليهم بقى بكوباية ونص من المية. وطبعا ده على حسب الدقيق بتاعك، كوباية وربع او كوباية ونص. المهم ان يكون زي القوام اللي احنا عملناه ده. افضلوا بقى قلبوا فيه كده تدريجيا مع المية واحدة واحدة، يعني ما تنزليش بالمية مرة واحدة. انا عايزة اقول لكم بقى ان الخليط ده سر القرمشة. عايزاكم بقى تركزوا معايا في اللي جاي. شايفين القوام بقى بتاعه؟ لا هو سايل قوي ولا هو ماسك، اللي هو الوسط بتاعه. هاتي بقى بولة تانية وانزلي فيها بكوباية ونص من الدقيق، ودي التتبيلة اللي بتديها القرمشة الخارجية، وانزلوا عليهم بربع كوباية من النشا وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر والملح ونفس التوابل اللي حطيناها في الخليط السائل هنحطه برضو في الخليط الجاف. اخلطوا بقى الكلام ده كله مع بعض، وهنروح بقى نشوف القرنبيط اللي استوى. وده بقى شكله بعد ما استوى 7 دقايق بالظبط. هاتي بقى القرنبيط بتاعك غطسيه الاول في الخليط السائل اللي احنا عملناه، وبعد كده انزلي عليه في الدقيق اللي احنا برضو خلطنا فيه التوابل بتاعتنا. المهم ما نكبسش القطعه، بس هنعفر فيها بس زي ما انتوا شايفين. نعفر يعني نقلب فيها من غير ما نمسكها. هنكون بقى حاطين طاسه فيها زيت سخن، واول لما هنحط فيها القطعه هنوصل النار فيها، يعني النار هتكون وسط. انزلي بقى بقطع القرنبيط اللي احنا عملناها، واول لما يقلبوا للون الذهبي هنشيله على طول ونصفيه كويس من الزيت. وطبعا مش هنحطه على مناديل عشان ما يتروش، هنحطه على مصفى عشان يفضل مقرمش. حطوا بقى الجمال ده كله في طبق وزينوه الف هنا. عايزه اقول لكم بقى اسمعوا كده القرمشه بتاعته رهيبه يا جماعه، ولا الطعم جميل جدا لدرجه ان عيالي حبوا القرنبيط. جربوه بقى وقولوا لي رايكم في الكومنتات. لو عجبتكم الوصفه اعملوا لي لايك واحفظوا الفيديو، وطبعا ما تنسوش الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. وكالعاده يا ساده ما تنسوش اللايك الجميل وتصلوا على النبي.